بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله عدد ما كان وعدد ما يكون، وسبحان الله عدد الحركة والسكون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق، وعلى آله وصحبه وسلم صلاة دائما إلى يوم الطلاق بين يديك يا عز يا خلاق. طيب، درسنا اليوم يا إخواني وهو درس على المثلث أو جدول المثلث. قبل ما أتطرق للشرح يعني على درس الأمس، قلت بأن الحرز الغسالة أو أي عمل كيف ما كان فأنا أنصح بالمثلث. راح أشرح المثلث. مثلا هذا تدخل طبيعي، مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هذا تدخل طبيعي، يعني لو حسبت هون راح تعطيني 15 هيك 15 هيك 15. يعني لو عطينا حساب حواء تعطينا 15، ولو جبنا أذان راح تعطينا 45 اللي هو مجموع 15 15 30 و 15 45. حتى هيك يعطينا 15، حتى هيك يعطينا 15. هذا متفق عليه. هذا هو المثلث يعني ليس ناري ولا ترابي ولا هوائي ولا مائي. هذا التدخل يعني كيف ما نقولوا الطبيعي. طيب، راح أتطرق الحين طيب، الهواء عكس النار، والتراب عكس الماء. لو أخذنا النار، مفتاح هون والمغلاق هون. لدينا 1 2 3 4 5 6 7 8. هذا الناري. بالنسبة لعكس النار وهو الهواء يكون عكس، يعني راح يكون مفتاح من هون والمغلاق هون. يعني 1 9 2 3 4 5 6 7 8. هذا نار وهذا هواء. لدينا الترابي. الترابي يكون عكس الماء، يعني المفتاح من هون والمغلاق هون. لدينا 2 3 4 5 6 7. هذا الترابي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. حتى لو حسبنا هيك راح يعطينا، يعني حتى في النار راح أتطرق لها. لدينا الماء وهو عكس الترابي، يعني راح يكون المفتاح من هون والمغلاق من هون. لدينا 1 2 3 4 5 6 7 8. يعني هذا الترابي عكس الهواء، الترابي عكس الماء عفوا. يعني حتى لو حسبت يعني من هون راح تعطيني 15 15 15 15 15 15 15 15 15. يعني مجموع أي حتى هيك 15 هيك 15، يعني كيف ما حسبت راح تعطيني 15. هذا الناري، هذا الهوائي، هذا الترابي، هذا المائي. يعني لو لدينا شخص طبعه ناري يعني راح يكون الحرق. لو كان الشخص طبعه هوائي يعلق في الهواء، كان ترابي يدفن، كان في الماء يمسح في الماء. هذا واحد. طيب،
راح تقول لي يعني كيف راح ندخل باسم الشخص ونعمر المثلث. لأن لو دخلت على المربع أو المخمس أو المسدس أو المسبع أو كيف ما كان شكل الجدول، ما راح يعطيني مجموع وقوة مفعول المثلث. هذا واحد. طيب مثلا عندي شخص اسمه مثلا محمد ابن فاطمة. تمام. مجموع محمد 92 ومجموع فاطمة 135. يعني نجمع راح يعطيني 92 مع 135 227. راح نقوم بناقص 12 من 227، راح يتبقى معي 215. راح تقسم على 3، راح تعطيني 71 مع الكسر. لا دخل لي في الكسر، راح اشتغل بهذا. تمام. مثلا محمد راح يكون طبعه ناري. مثلا عندي 71 72 73 74 75 76. لما أجي في مفتاح مثلا الشخص يعني مثلا محمد طبعه ناري، راح يكون المفتاح كما اشتغلت به هون اهو ناري. مثلا الشخص الآخر يعني في عمل جلب أو طاعة أو قبول أو محبة أو علاج، سواء كان عمل سفلي أو علوي. راح أتطرق حتى العمل السفلي والعلوي. لما أجي أعمل في المفتاح الترابي راح أضيف 3، راح تصير عندي 76، راح تصير عندي 79، و3 راح تصير عندي 81، 82، 85. تمام. يعني هيك هذا هو الاشتغال بالشخص يعني الناري مع الشخص الترابي، وتطبق يعني نفس الطريقة على الهوائي والمائي. لو كان الشخص مثلا ناري والشخص المقصود الآخر ناري، راح يكون يعني مفعول في ساعة أو في ساعتين أو في نفس اليوم، ما يطول كتير. لكن لو كان الشخص مثلا كما شرحت هون الهواء يكون عكس النار، يكون هنا الاشتغال بماذا؟ راح نضيف لحظة، سواء كان العمل علوي أو سواء كان العمل سفلي أو كيف ما كان شكله. مثلا عندي شيء عكس شيء، مثلا عندي التراب، اهو تراب عكسه الماء. شو راح يكون اشتغال؟ راح يكون اشتغال بطيش. هذا طيش للسفلي، وإيل علوي. وبعض الإخوة يعني يقصدون أو يعلمون ماذا أقصد. بالنسبة للسفلي يكون اشتغال بطيش، والعلوي بإيل. تمام. من 1 إلى 9 وهي أصل الحروف. من 1 إلى 9 هي أصل الحرف. من 1 إلى 9. راح تقول لي وين الصفر؟ راح أقول لك الصفر مجموعه شيطان. تمام. راح تقول لي ليش يعني شيطان؟ لو أخذنا حساب طيش راح يعطيني حساب طيش 319، وحساب إيل 51، ومجموع 319 و51 وهي 370، اللي هي مجموع شيطان لحساب شيطان.
واضح حتى الآن. طيب هالحين بدي أشتغل يعني لشخص، يعني أنا بتطرق هون يعني أوضح بعض الأمور، لأن أمس جتني بعض الرسائل من الإخوان يقول بأن حجز الغسالة يعني هو صحيح كيف ما شرحت، صحيح بالنسبة للخاص وللعام، كما شرحت بأن العام يكون كما وضحت لكم، والخاص هو الذي يكون مع الملوك الأربعة. هذا واضح. مثلا عندي شخص راح أشتغل عليه، شو اللي يلزمني؟ راح يلزمني اسم الشخص هو اسم الأم، هو البرج الميلادي، والبرج الروحاني، والطابع، والطالع، واليوم. مثلا كان فيه اشتغال يوم الخميس أو الجمعة أو السبت أو الأحد أو الاثنين، يعني كيف ما كان اليوم. أخذ حساب هذا المعلومات ديال هذا الشخص، والشخص المقصود كذلك اسمه واسم الأم، يعني من اسم الشخص واسم الأم يستخرج البرج الميلادي والبرج الروحاني والطابع والطالع. واليوم لا يعني اليوم راح يكون فيه الاشتغال. نأخذ مجموع يعني حساب هذا الشخص، ويكون الدخل عليه مثلا مجموع مثلا تقريبا خرج عندي حساب 991 مثلا. جمعت الأشخاص القاصد والمقصود. أدخل بمثلث وأعمل حساب 991. كان الشخص مثلا كما شرحت هنا، كان الشخص ناري راح يكون المفتاح من هون. كان الشخص ترابي راح يكون الدخول من هون. كان الشخص مائي راح يكون الدخول من هون. كان الشخص هوائي راح يكون من هون. لما أجمع من هون أشوف الشخص المقصود. كان الشخص مثلا ناري يحرق، شيء طبيعي مع التوكل مع الخلوة مع البخور الشخص، يعني مجموع حسابات ومع توكل. يعني شوف انت بتخدم بطيش ولا بإيل، لأن دعوة طيش معروفة ودعوة إيل معروفة. وتعطي الدعوة من هون والدعوة من هون والدعوة من هون والدعوة من هون، وراح تمشي معاه هيك بسم الرحمن الرحيم، وتمشي معاه قوله الحق وله الملك. أهو وراح أبلش الاشتغال مع التوكل. أتمنى نكون وضحت لبعض الإخوان المثلث كما أصر عليه وأقول بأنه أبا الجداول، مفعول قوي في ساعته في يومه. حتى لو بدك يعني شيء آخر، يعني حتى لو بدك يعني تسرع العمل، تدخل عليهم بالكوكب مع المنزلة. والمنزلة أنا المنازل شرحتها كلها في القناة، المنازل منزلها على القناة. يعني تدخل بالكوكب الشخص، سواء كان مثلا حتى لو كان اشتغال مثلا، لحظة، لدينا 1 2 3 4 5 6 7. لدينا أحد، ولدينا الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت. طيب الأحد يمشي معاه الشمس، والاثنين تمشي معاه القمر، الثلاثاء للمريخ، والأربعاء لعطارد، والخميس للمشتري، والجمعة للزهرة، والسبت لزحل. حتى لو بدي أضيف يعني مثلا كان عندي اشتغال يوم الأحد كما شرحت، راح أخذ حساب الأحد مع حساب الشمس وأضيفها في المثلث اللي كما رسمته هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، قوله الحق وله الملك، وبلش بالتعمير مع التوكل. وإن شاء الله سواء كان العلاج، سواء كان الجلب، سواء كان محبة، سواء كان طاعة، سواء كان قبول،
يعني من الآخر، سواء كان العمل سفلي أو علوي. وأتمنى نكون شرحت لكم المثلث أبا الجداويل يعني بالتفصيل. لو في استفسار أو سؤال خلي تعليقك وأنا أجاوبك بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.